ده ممكن يبقى أهم فيديو تشوفه النهارده، عشان أنا جاية أقولك لو معاك 10 مليون تشتري وحدة ولا 3. كتير بيفتكروا إن الاستثمار العقاري معناه شراء وحدة كبيرة وتأجيرها، ولكن الحقيقة إن ده مش بيبقى دايما أفضل حل. تعالى نحسبها سوا. لو معاك 10 مليون جنيه واشتريت وحدة في مكان غالي هتأجرها بمبلغ ثابت كل شهر، لكن لو وزعت المبلغ على 3 وحدات أصغر في مناطق مختلفة مش بس هتقلل المخاطرة، ولكن كمان هتزود العائد الشهري وتوزع دخلك في أكتر من مصدر. والأهم إنك لو احتجت سيولة في أي وقت مش هتضطر تفرط في استثمارك كله، وهتقدر تبيع جزء منه بس. ودي بنسميها المحفظة العقارية، ودي استراتيجية ذكية في الاستثمار. ولو عايز تلعبها صح، أيوة، اعتمد على مستشار عقاري ثقة يساعدك كمان تكبر المحفظة العقارية في الوقت المناسب، عن طريق إنك تبيع جزء بمكسب يقدر يدخلك في استثمار جديد بالتقسيط. وكده كده هتقدر تغطي الأقساط عن طريق إيجارات الاستثمارات التانية. قبل ما تحط فلوسك في أي مشروع فكر في العائد المتوقع ونوعية الطلب. عايز تعرف أكتر عن أفضل الفرص العقارية المناسبة لاستثمارك؟ ابعت لنا رسالة دلوقتي.